في جرايم مش بتبدأ بعنف، بتبدأ بسؤال: ليه؟ ليه حد يبني حياة كاملة، زواج، أطفال، ثقة، وهو من جواه ما يعرفش يعني إيه أسرة أو أبناء أو حياة طبيعية؟ قضيتنا مش قضية حصلت في لحظة غضب، دي خيانة كانت محسوبة وتخطيط شيطاني اتنفذ بهدوء مخيف. والأخطر إن كل ده حصل من ناس المفروض يكونوا أقرب وأحن ناس عليك. حكايتنا النهاردة مش حكاية عادية، دي قضية صعبة جدا، وما أعتقدش إنك هتسمعها من حد أفضل من قناة حكايات الظل. بس قبل ما نبدأ حكايتنا النهاردة، مش هفكرك تعمل لايك وشير للفيديو ده وتتابعنا دلوقتي لو مش متابعنا، علشان إحنا بنكبر بيكم وليكم كل يوم. بسم الله نبدأ. في سنة 2003 في محافظة أسيوط، وتحديداً في واحدة من القرى، هناك شاب مكافح وبسيط اسمه متولي، شغال في السكة حديد. الشاب ده من عيلة محترمة وناس طيبين جداً، وكل اللي عايزه من الدنيا إنه يعيش مبسوط ويعيش على قده. ومتولي لما وصل لسن 24 قرر إنه لازم يتجوز، وده بعد ما قدر يجهز شقته المتواضعة البسيطة اللي أي شاب في سنه وفي ظروفه يقدر يعملها. ولما متولي يفكر في الجواز، كان الاختيار على بنت منطقته واللي كان اسمها منى، واللي كان في الوقت ده عندها 18 سنة ومن عيلة كويسة ومحترمين جدا. كل الناس اللي في المنطقة بتشكر فيها وبتشكر في عيلتها، وده اللي خلى متولي ياخد القرار إنه يروح لها لحد البيت علشان يطلب إيديها. ولما راح لأهل منى زيارة، الكل وافق على الجوازة دي. هو أكبر منها ب6 سنين وظروفه متوسطة وكويسة جدا، وهي وافقت لأنها شايفاه شاب مكافح وقد المسؤولية. وفي نفس السنة اللي هي 2003 تحصل الجوازة وتتنقل منى علشان تعيش في بيت جوزها في نفس القرية اللي جوه محافظة أسيوط. وتبدأ من اللحظة دي حياة هادية وبسيطة وكويسة جدا. والمشاكل اللي كانت بينهم هي المشاكل الطبيعية اللي بتحصل في أول سنة جواز، وده حاجة طبيعية ما تلفتش انتباه أي حد. وبعد ما تمر أول سنة ربنا يرزقهم بأول مولود، والحياة بالنسبة لهم هما الاتنين تتغير تماما. متولي بالنسبة ليه المولود ده هو كل حياته، ومنى نفس الفكرة بالظبط. وتمر السنين عليهم وحياتهم فعليا مستقرة وهادية. وخلال السنين دي ربنا يرزقهم ب3 أطفال، أميرة وأمير وآدم. وآدم ده هو الطفل الأول بالنسبة لهم. المسؤولية والمصاريف طبعا زادت على متولي، بس ربنا كان بيرزق باستمرار، وكان قادر إنه يراعي بيته ويراعي أولاده. هو طول الوقت شغال في السكة الحديد زي ما هو، بينزل الصبح وبيرجع آخر اليوم. وفي أيام، ودي بنسبة قليلة جدا، كان ممكن يبات بره البيت، وده على حسب ظروف الشغل. الواضح عليهم هما الاتنين وسط عيالهم إنهم مبسوطين ومرتاحين جدا، وده اللي كان حتى الأهل حاسين بيه. لكن منى كان جواها إحساس تاني خالص، ما كانتش بتقول عليه أبدا. كانت دايما مش مبسوطة بحياتها، برغم إنها عايشة حياة مستقرة وعندها أولاد كويسين جدا، لكن دايما جواها حاجة كانت بتقول لها إن الحياة دي مش لايقة عليها، وإنها تستحق حياة أحسن من كده بكتير. وكانت دايما مستنية حد يقول لها الكلمتين دول علشان بس تأكد المشاعر والأحاسيس اللي جوه دماغها، وتفضل الحياة ماشية بينهم كويس جدا. ومتولي جوزها راجل مش بتاع مشاكل، وكل اللي عايزه من الدنيا إنه يشوف ولاده ويشوف مراته عايشين أحسن عيشة، مش عايز أكتر من كده. وبالرغم من الحياة الهادية والبسيطة والجميلة دي، إلا إن منى ما كانش عاجبها الوضع ده تماما، لحد ما نوصل لسنة 2009. منى وهي ماشية في الشارع بالصدفة تقابل محمود قريبها اللي من بعيد. المهم إن محمود ده شغال سواق وعنده عربيته الخاصة، وكان منى ومحمود زمان قوي وهم صغيرين كانوا بيحبوا بعض. وأول ما منى قابلت محمود، كأن الحياة ضحكت ليهم، وهما الاتنين افتكروا كل الذكريات اللي بينهم. ومنى نسيت إنها ست متجوزة وعندها أولاد، وهو نسي إن المفروض يكون راجل محترم وإنه يحترم حياتها الخاصة.
وبمجرد ما محمود اتكلم شوية مع منى حس إنها مش مبسوطة في حياتها الزوجية، وحس إن عندها مشاكل وإنها مش لاقية نفسها خالص. قعد يلعب عليها في إنها مظلومة وإنها تستحق حياة أحسن من كده. بس منى مش مظلومة قوي، هي بس كانت مستنية حد يقول لها الكلمتين دول علشان لو عملت أي حاجة ضميرها ما يأنبهاش. وفي نفس اليوم ده أخدوا أرقام تليفونات بعض، ومنى لما روحت على البيت قررت إنها مش هتتصل على محمود ولا هترفع عليه السماعة، وإنها ما ينفعش ولا تخون جوزها ولا تخون ولادها. لكن كل الأحاسيس دي اتغيرت بعد ربع ساعة بالظبط. منى تمسك التليفون وتتصل بمحمود ويقعدوا يتكلموا مع بعض لفترة طويلة. وفي نفس المكالمة دي محمود يطلب إنه يشوف منى للمرة التانية، وطبعا منى رفضت الطلب ده وقالت له خلينا نتكلم في التليفون بس. لكن مجرد ما عاد عليها الطلب تاني وافقت على طول. ومش بس وافقت، دي طلبت منه إنه بدل ما يقابلها في الشارع وحد يشوفهم إنه يجيلها على البيت بعد ما جوزها ينزل الصبح يروح على شغله، وهي كمان هتتصرف في الولاد وتعرف توديهم في أي مكان. المهم إنهم عملوا كده، ومحمود جالها البيت وكانت فرحانة جدا إنها بتستقبل حبها القديم. يوصل محمود على البيت ويقعدوا مع بعض شوية، وفي نفس اليوم ده يعملوا مع بعض علاقة في أوضة نومهم. وبعد ما تخلص العلاقة تندم جدا منى على اللي عملته ده، وتطلب من محمود إن المرة دي تبقى أول وآخر مرة يشوفوا فيها بعض تاني. وطلبت من محمود إنه ينزل من البيت وإنه ما يفكرش يتصل بيها تاني ولا يجيلها هنا تاني. ولكن تاني يوم على طول منى تكلم محمود وتقول له إنها عايزة تشوفه في البيت تاني ضروري، بس يوعدها إن المرة التانية دي هتبقى آخر مرة. ومحمود يوعدها بكده، بس واضح إن محمود كان حافظ منى كويس وعارف هي هتعمل إيه وإمتى وإزاي. المهم إن المقابلات اللي بين منى ومحمود اتكررت كتير، وبقت كل تفاصيل الشقة مرتبطة في ذهن منى بوجود محمود، وما بقاش فيه أي طعم لحياتها الحقيقية ولا طعم الوجود متولي جوزها في الحياة دي. حتى جوزها لما كان بيطلب يعمل العلاقة الشرعية كانت بتعمل ده معاه بس بنوع من الفتور. وطبعا متولي جوزها حس إن في تغيير حصل عليها، بس كل اللي فكر فيه ساعتها إن ده ممكن يكون بسبب الضغوط اللي عليها بسبب وجود ولادهم الثلاثة اللي طبعا محتاجين رعاية ومحتاجين تركيز طول الوقت. وبعد ما يمر 6 شهور على علاقة منى ومحمود، محمود بدأ يغير جدا على منى، وطلب منها إن ضروري يظهر في الصورة قدام جوزها وقدام ولادها، وإن ظهوره ده هيكون طبيعي لأنه أصلا قريبهم، ده غير إنه سواق وعنده عربيته الخاصة، فوارد جدا إنهم يحتاجوه في مشوار وهو أولى من أي حد لأن في الآخر قريبها. ومنى وافقت على طول على الاقتراح ده، وكان عاجبها جدا فكرة غيرة محمود عاشقها عليها. وبدأ يظهر محمود بشكل تدريجي قدام جوزها وقدام ولادها على اعتبار إنه قريبهم اللي شغال سواق وعنده عربية خاصة، وإنه كان مسافر بره مصر من فترة طويلة، وإنه لسه راجع وهي حبت تعرفهم على بعض. في البداية طبعا متولي جوزها رحب بيه جدا، والولاد كانوا مبسوطين بوجوده لأن الموضوع فعلا طبيعي جدا. بس بعد ما يمر شوية وقت متولي يبدأ يلفت انتباهه إن تصرفات محمود مش طبيعية، تحديدا إنه كان بيبان على ملامحه ووشه الغيرة على منى مراته جدا، ده غير طريقة منى اللي دايما فيها تقليل من حجم متولي قدام محمود. فهنا متولي حس إن في حاجة غريبة بين منى وبين محمود. وفي الوقت ده كان منى ومحمود واخدين شقة إيجار في منطقة بعيدة عن منطقة سكنها، والشقة دي كانوا بيتقابلوا فيها باستمرار وعايشين فيها زي المتجوزين بالظبط. بس لما بدأ متولي جوزها يحس إن في حاجة مش طبيعية وقعد مع منى واتكلم معاها، منى عملت معاها مشكلة كبيرة. إزاي يشك فيها أصلاً، وإنها بالنسبة ليها إنها تموت أحسن من إن حد يشك فيها. ومتولي للأسف صدقها وطلب منها طلب واحد بس، إنها تطلب من محمود إنه ما يجيش على البيت عندهم تاني، وهي أكتر حد ممكن تعمل كده لأن محمود في الآخر قريبهم. طبعا الراجل ما يعرفش إنهم أصلاً واخدين شقة وبيتقابلوا فيها باستمرار. المهم منى تروح تقعد مع محمود وتحكي له عن الخناقة اللي حصلت بينها وبين جوزها، وتقول له إنها عرفت تقنع جوزها إنها ست شريفة، بس طالما بدأ يشك فيها يبقى احتمال بنسبة كبيرة يكون بيراقبها، وهنا لازم يقطعوا العلاقة مع بعض شوية أو يقطعوها خالص. محمود طبعا يرفض اللي سمعه من منى ويطلب منها إنهم لازم يلاقوا طريقة علشان يتخلصوا من جوزها. بس المفاجأة كانت من منى ما عندهاش أي مشكلة تخلص من جوزها، بس المشكلة الأكبر هي ولادها، لأنها ما عندهاش استعداد تشيل مسؤولية ولادها بعد ما جوزها يموت. وفي نفس الوقت
مش عايزة تحمل محمود عشقها مسؤولية المصاريف أو التربية للولاد الثلاثة، فطلبت منه إنه طالما هنخلص من جوزي يبقى لازم نخلص من ولادي الثلاثة، فلازم يلاقوا خطة كويسة جدا يخلصوا من جوزها ومن ولادها الثلاثة من غير ما حد يشك فيهم، ويبدأوا هما الاتنين في التفكير في خطة جديدة من نوعها لحد ما تحصل المفاجأة اللي مفيش ولا حد متوقعها، إن منى تطلع حامل. والمشكلة مش في الحمل، المشكلة الحقيقية هو المولود اللي في بطنها ده ابن مين. ولما يعرف متولي جوزها إنها حامل يشك فيها أكتر، وده لأن عدد مرات العلاقة اللي حصلت بينهم كانت قليلة جدا، لكن يفضل ساكت خالص وما يتكلمش معاها لحد ما تخلص فترة الحمل وتولد المولود بتاعها. وطول الفترة دي حياة متولي كانت عبارة عن جحيم، وطول الوقت اللي مسيطر على دماغه هو المولود ده ابن مين. وتمر فترة الحمل دي، المهم منى تخلف بنت، وأول ما تولد متولي قرر إنه لازم يتأكد بنفسه إن البنت دي تبقى بنته، فيطلب إنه يعمل لها تحليل DNA. في الوقت ده المشكلة دي كانت وصلت لأهله وأهلها، وكله كان مستني نتيجة التحليل دي جدا، ومنى قاعدة على أعصابها، وكل اللي عمالة تعمله إنها تدعي ربنا إنه يسترها معاها وتطلع نتيجة التحليل اللي بتقول إن البنت دي تبقى بنت متولي، وربنا يسترها على منى قدام نفسها وقدام عيلتها وقدام عيلة جوزها. طب تقول الحمد لله إن ربنا سترها وإنها تعيش كويس بقى، وإنها كان ممكن تتفضح، لكن تفضل العلاقة بينها وبين محمود مستمرة، ومنى تفضل لمدة سنة كاملة بعد الولادة دي بتفكر هي إزاي هتعرف تكمل حياتها اللي جاية مع محمود عشقها، وإنها هتتصرف إزاي في وجود زوج و4 أطفال. المهم محمود بعد ما يمر سنة يقعد معاها ويطلب منها إنها تسهل له دخوله الشقة بالليل، وإن هو يقتل جوزها وهي تقتل ولادها. بس منى ترفض، لأن الخطة دي اتعملت كتير قبل كده، وكل اللي عملوها اتقبض عليهم، فلازم يفكروا في حاجة جديدة تخليهم هما الاتنين بره أي شبهات. وقعدوا يفكروا هما الاتنين لحد ما وصلوا لفكرة ما جاتش على دماغ حد قبل كده. صحيح جزء منها اتعمل كتير قبل كده، لكن الجزء التاني فيه ذكاء مش طبيعي. وتبدأ أول مرحلة في الخطة. محمود عشقها هيسافر على القاهرة ويروح على محل مخصص لبيع الكلاب والقطط، ويطلب من صاحب المحل إنه محتاج سم للكلاب لأن عنده كلب مريض وعايز يخلص منه، وفي نفس الوقت مش عايز يعذب الكلب أكتر من كده. محمود كان عايز يضمن إن المكان اللي هيشتري منه السم يكون بعيد جدا عن المنطقة اللي هم ساكنين فيها، وما يكونش شاريه من صيدلية، لأن محدش هيتوقع إنه هيتم استخدام سم للكلاب. وبعد ما يجيب السم يرجع تاني على قريته في محافظة أسيوط. ونيجي للجزء التاني من الخطة، وهو دور منى في العملية. منى تقعد مع متولي جوزها وتقول له إن بنتها اللي لسه ما كملتش سنة من حاجة بسيطة تعبانة، وضروري تروح عند الدكتور علشان تكشف عليها. وبرغم إن متولي كان شايف إن الطفلة عادية وما فيهاش حاجة، لكن في الآخر دي وده طلبها. ولما قال لها خلاص هيروحوا هما الاتنين ومعاهم الطفلة الصغيرة ويسيبوا ال3 أطفال في البيت، منى رفضت، لأنها خافت تسيب أولادها الصغيرين لوحدهم في البيت. يركبوا الموتوسيكل مع متولي ويطلعوا على العيادة، ولما يوصلوا هناك منى تاخد الطفلة الصغيرة وتطلع على العيادة عند الدكتور. محمود عشقها مستنيها فوق في العيادة، ومحضر 4 علب عصير وحاطط فيهم سم الكلاب، فتاخد منه علب العصير وتدخل تحجز الكشف عند الدكتور. وبعد ما تحجز تنزل لجوزها وولادها ال3 اللي مستنيينها تحت، وتديهم العصير علشان خاطر الحر، وتقول له إن قدامها مش أقل من ساعة على بال ما يجي دورها وتدخل تكشف على بنتها. فجابت ليهم العصير ده علشان صعبانين عليها. وبعد أقل من ربع ساعة جوزها يتصل بيها ويقول لها إن الولاد ال3 واقعين على الأرض وفاقدين للوعي تماما، وهو كمان مش قادر وحاسس إن في حاجة في بطنه ومش عارف يتصرف إزاي.
وإنه هياخد ولاده ال3 ويطلع جري على المستشفى. فمنى تنزل وراهم على طول وهي عارفة هي عملت إيه. الولاد ال3 يوصلوا المستشفى وهم متوفيين، ما قدروش يستحملوا جرعة السم اللي كانت موجودة في العصير. ومتولي جوزها أول ما يدخل المستشفى يقع من طوله ويفقد الوعي تماماً، ويتم نقله على العناية المركزة لأنه برضه تعرض لجرعة كبيرة من السم. منى لما توصل المستشفى وتسأل على أولادها وعلى جوزها تعرف إن أولادها ال3 ماتوا، لكن جوزها اتنكل على العناية المركزة. فتزعل جدا إن ليه مش كلهم ماتوا مرة واحدة وخلاص. الفريق الطبي اللي جوه المستشفى أول ما شاف جثث الأطفال ال3 كان متأكد إنها حالة تسمم، وإنها مش من عصير فاسد زي ما منى قالت، لأنهم لما سألوا منى إيه اللي حصل قالت لهم إن كلهم شربوا عصير مانجا، وإنها طلعت على العيادة فوق علشان تستنى دورها علشان الكشف، وفجأة عرفت إنهم كلهم راحوا على المستشفى. وطبعا الفريق الطبي ما كانش مقتنع باللي بتقوله منى، لأن الواضح على الجثث ال3 إن دي مش حالة موت بسبب فساد في العصير. المهم يكلموا الشرطة ويقولوا ليهم إن في شبهة جنائية، فالشرطة ورجال المباحث توصل، وأول ما تبص على الجثث ال3 تتأكد إن في شبهة جنائية في الموضوع. منى واقفة في المستشفى ومعاها بنتها الصغيرة، وأولادها ال3 ميتين، وجوزها في العناية المركزة، لكن طريقة وقفتها وأسلوبها في الكلام مش بيقول أبداً إن دي واحدة منهارة من اللي حصل. رجال الأمن بعد ما يخلصوا التحقيقات يتم نقل الجثامين ال3 على الطب الشرعي، وفي نفس الوقت يبدأوا في عمل بحث وتحريات علشان يتأكدوا هي الوفاة دي طبيعية ولا فعلاً فيها شبهة جنائية. ومنى تروح على البيت ومعاها أهل جوزها وأهلها، وكلهم طبعاً مش مصدقين اللي حصل. وفي الوقت ده محمود عاشقها يسافر للقاهرة علشان يبعد تماماً عن المشهد، ويبدأ رجال الأمن في جمع كل الأدلة والتحريات واللي بدأوها من تفريغ كاميرات المراقبة في المنطقة اللي فيها العيادة، واللي يلاحظوا إن منى نزلت الشارع لجوزها وولادها ال3 وادتهم عصير، بس هي ما شربتش معاهم زي ما قالت ليهم. ويلاحظوا كمان حاجة غريبة في كاميرات المراقبة، إن منى وهي نازلة من العيادة بعد ما عرفت إن جوزها وولادها ال3 راحوا على المستشفى، نازلة وهي بتضحك على السلم. وده مش تصرف طبيعي يطلع من واحدة ولادها وجوزها اتنقلوا على المستشفى. ويطلع تقرير الطب الشرعي اللي بيأكد إن ال3 توفوا بسبب تناولهم للعصير اللي فيه كمية كبيرة من السم المخصص للحيوانات. وبالصدفة كمية السم اللي كانت في علبة عصير جوزها كانت أقل كمية فيهم. بيجمع رجال الأمن كل المعلومات والتحريات عن منى، واللي يكتشفوا إنها على علاقة بواحد اسمه محمود، والعلاقة دي واضح إنها مش شريفة. فيبدأوا يعملوا بحث عن محمود، ولما يجيبوا صورته يبدأوا يراجعوا تاني كاميرات المراقبة علشان يكتشفوا إن الشخص ده دخل العيادة قبل ما هم يوصلوا بوقت قليل. وبعد ما نزلت منى رجع تاني ونزل من العيادة، وبرضه ظاهر على وشه السعادة. فيتم استدعاء منى تاني للتحقيق معاها، ومجرد ما تدخل على رجال الأمن طبعا يبان عليها التوتر جدا، وده لأنها مش متوقعة إن ممكن حد يكتشف الخطة دي. ويتم عمل تتبع لمحمود وتحديد المكان اللي هربان فيه، ويتم القبض عليه وترحيله هو كمان على محافظة أسيوط. ومنى لما تم مواجهتها بكل المعلومات اللي رجال الأمن وصلوا ليها انهارت واعترفت بكل حاجة، ومحمود بعدها برضو اعترف بكل حاجة. ومتولي جوزها لما فاق في العناية المركزة وعرف كل اللي حصل ما كانش مصدق أي كلمة بيسمعها. كل اللي كان شاكك فيه إن علاقة محمود بمراته عبارة عن مكالمات مش أكتر، مش قادر يتخيل إن في شقة وإن في علاقات في البيت، وإن أصلاً العلاقة بينهم كانت بالشكل ده، وإنهم دبروا موضوع العيادة علشان تخلص منه وتخلص من ولادهم ال3. المفاجأة في التحقيقات إن منى قالت إنها حطت سم قبل كده لجوزها في الأكل وهم في البيت، بس ربنا أنقذه
لأن نسبة السم كانت قليلة جدا، وإنه اتنقل على طول على المستشفى وتم علاجه بسرعة. والمفاجأة التانية إنها حافظت على الطفلة الرابعة دي مش حبا فيها، حافظت عليها لأنها هتساعد في تنفيذ الخطة بتاعتها، علشان هي السبب اللي هتخلي جوزها ينزل ويروح معاها على العيادة. يعني الموضوع ملوش أي علاقة بالأمومة أصلا. وبعد ما تخلص التحقيقات معاهم هما الاتنين يتحكم عليهم بالإعدام. ربنا اداها فرصة أكتر من مرة إنها تتوب، لكن هي اختارت إنها تعيش وتموت بالطريقة القذرة دي. ربنا يرحم الأطفال الثلاثة ويصبر متولي على الحياة اللي عاشها دي. ونهاية الكلام، سلام.